رحلتنا النهاردة لوسط أفريقيا، وبالتحديد لدولة تشاد اللي موقعها المتميز بين الدول العربية زي السودان وليبيا من جهة، والدول الأفريقية زي الكاميرون ونيجيريا من جهة تانية، خلاها مزيج بين العادات الأفريقية والعربية متميزة. وأكيد رمضان هناك هيكون مختلف. خليكم معانا وأهلا بيكم في تشاد. بيبدأ مسلمين تشاد واللي نسبتهم تقريبا 55% من تعداد السكان الاستعداد لشهر رمضان قبل قدومه تقريبا ب3 أسابيع، بشراء السلع الغذائية والمواد التموينية بكميات كبيرة جدا وتخزينها لاستعمالها خلال الشهر الفضيل. والشعب التشادي شعب متدين جدا لدرجة إن أغلب الناس هناك بيبدأوا الصيام من أول شهر رجب، والأغلبية بيصوموا رجب وشعبان شبه كاملين استعدادا لشهر رمضان. وأول ما يتم إعلان ثبوت هلال رمضان بيحتفل المسلمين في تشاد بالألعاب والأعيار النارية في الشوارع. ومن أول يوم في شهر الكريم بتكون المساجد مزدحمة في أغلب الأوقات، واللي مش بيصلي يا إما في حلقات الذكر أو العلم أو على الأقل قراءة القرآن. والشعب التشادي شعب كريم جدا، فكل أسرة ساعة الإفطار بتعد مائدة كبيرة جدا حتى لو عدد أفراد الأسرة فردين بس، وبياخد أفراد الأسرة الأكل أمام المنازل علشان أي حد متأخر على بيته وعدى على أي أسرة وقت الفطار يبقى لازم يشاركهم في الفطار، بالإضافة لموائد الإفطار الجماعي اللي بتكون منتشرة في أغلب ساحات المساجد، واللي بتنظمها سواء الجمعيات الخيرية أو المسلمين المقتدرين. وبعد الإفطار بيدخل أغلب المسلمين لصلاة المغرب في المساجد، والأغلبية بيفضلوا جوه لحد بعد صلاة التراويح. وبيعتبر شهر رمضان مهرجان واحتفال خصوصا للأطفال، فطول اليوم بتسمع أغاني رمضان في الشوارع، خصوصا الأغاني المصرية زي رمضان جانا. ده طبعا بسبب إن اللغة العربية هي اللغة الرئيسية هناك. وبيبني الأطفال أمام البيوت مساجد صغيرة مصنوعة من الطين لتقليد الكبار في طرق العبادة كقراءة القرآن أو صلاة التراويح. وبينتشر المسحراتي في تشاد زي أغلب الدول العربية، وبينتشر في الشوارع التشادية قبل صلاة الفجر لإيقاظ المسلمين على أجمل الأغاني والأدعية الرمضانية. وصلاة التراويح قدسية خاصة جدا عند كل مسلمين تشاد، فما بتلاقيش مسجد فاضي في وقتها، وأغلب المساجد بيتم ختم القرآن فيها خلال الشهر الفضيل، بالإضافة لبعض المساجد اللي بتصلي بقصار صور تسهيلا على كبار السن والأطفال. أما المائدة التشادية في رمضان فأغلب التشاديين بيفطروا طبقا للسنة النبوية على المية أو التمر، وبعض الناس بتفطر على المشروبات الساخنة زي الشاي الأخضر أو الأحمر. وأشهر الأكلات التشادية في رمضان هي المديدة والعصيدة. أما السحور هناك فأغلب الناس بيتسحروا أكلات خفيفة، وأشهر حاجة موجودة على السحور هي الرقاق باللبن. ودي كانت أهم العادات الرمضانية في دولة تشاد المسلمة. أتمنى يا رب تكون الحلقة عجبتكم، ومتنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب لو أول مرة تشرفونا في القناة، واستنونا في حلقة جديدة، وشكرا.